الجو اللي احنا فيه محتاج كيكة قمر زي اللي انا عاملاها دي، ببيضتين بس وطالعة هشة وجميلة. وطبعا في الفطار بقى مع كوباية شاي او شاي بلبن. تعالى اقول لكم بقى على الطريقة. معانا هنا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، اهم حاجة ما يكونوش في التلاجة، وعليهم كيس من الفانيليا ونص كوباية من السكر. وهضرب فيهم بقى ايه لحد ما القوام بتاعها يفتح معانا زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اضرب فيها لحد ما يبقى القوام بتاعها كريمي كده وفاتح. وهنزل بعد كده بنص كوباية من الزيت، انا ما بحبش اكتر في الزيت بصراحة، يعني ممكن كمان اقل من نص كوباية، والكيكة بتطلع جميلة وحلوة. وعندي بقى هنا كوباية من اللبن عليهم معلقتين زبادي كبار، يعني انا حطيت اللبن وحطيت عليهم معلقتين الزبادي وهضربهم مع بعض. وعندي هنا كوبايتين من الدقيق، طبعا انا بنخلهم وعليهم كيس بيكنج باودر، وبنخلهم كويس جدا عشان الكيكة تطلع هشة معانا. وهنا بقى السر بقى في الكيكة بتاعتي، بحط معلقة من النشا. النشا على فكرة ما تتخضوش وتقولوا ايه ده نشا مع الكيكة، بجد بتطلع جميلة وبتبقى الكيكة هشة ومتماسكة وبتبقى جميلة جدا. طبعا انا ببقى محضره الفرن قبلها بربع ساعه على درجه حراره 180، وفي قالب مدهون زيت ومتبطن بالدقيق، واصب الخليط بتاعنا. انا هحط عليها شويه زبيب، انا غسلتهم الاول وعفرتهم بشويه دقيق، واحاول بقى اوزعهم بالشكل ده. على الدقيق طبعا ما بيخليش الزبيب يسقط لتحت ويتحرق مننا، فبوزعه كده وبسباتيولا بحاول اغطيه كده بالخليط بتاع الكيك، وبدخلها الفرن لحد ما تستوي. طبعا ما بنفتحش الفرن قبلها بتلت ساعة. هي خدت معايا حوالي 40 دقيقة وطلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، جميلة وتحفة وعايزة اقول لكم كانت ريحتها روعة. بطلعها بقى من القالب واقطعها. هقطعها بقى قطع كده، عايزه اقول لكم بجد طعمها تحفه. وبصوا بقى شايفين الزبيب بقى ما سقطش لتحت وكان في النص كده وكان جميل جدا. عايزاكم بقى تجربوا الطريقه دي، بجد جميل قوي، عامل زي بتاع بره بالظبط ويمكن احلى كمان. شايفين بقى متماسك ازاي وفي نفس الوقت طعمه تحفه. ان شاء الله تجربوها واتمنى ان هي تعجبكم، وتقولوا لي بقى في التعليقات رأيكم ايه في الوصفات بتاعتي. واتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير واشتراك، واشوفكم على خير وبألف هنا.